اهلا بكم في الجزء الثاني من توبولوجي بالعربي. في الجزء الاول من توبولوجي بالعربي اتكلمنا على ايه هو معنى التوبولوجي، ايه اهميته، بنستخدمه امتى، واتكلمنا شويه على الكوادز وعلى الترايز، واتكلمنا على الانجونز، واتكلمنا على مفهوم التوبولوجي بشكل عام وما دخلناش بشكل مفصل قوي. لو حابب ان انت او فاتك الدرس الاولاني فانا هسيب لك في الديسكريبشن تحت الفيديو الاول للسلسله دي. قبل ما نبتدي في موضوع الدرس بتاع النهارده وهو اللي هنتكلم فيه على الان بولز والاي بولز، خلينا نتكلم الاول على انواع المش وننتقل منها للمدرستين اللي بيتكلموا على الكلين توبولوجي. ممكن نقسم المش ده لثلاث انواع. ممكن يكون عندك مش ثابت وبيسموه ستاتيك مش. ستاتيك مش ده ممكن يكون كرسي، ممكن يكون جبل، ممكن يكون سلم، ممكن يكون ازازه، ممكن يكون كان. الفكرة فيه ان هو مش هيبقى ثابت. وانا كنت قلت حاجة في الفيديو الاولاني كده ان هو ممكن يكون مش بيتحرك ولكن حركة بسيطة، بيلف حوالين نفسه، بيطلع لفوق وينزل لتحت، لكن ما بيحصلش فيه ديفورميشن. النوع التاني من المش هو مش متغير الشكل. المش متغير الشكل ده اللي هو مقصود بيه ديفورمبل مش، اللي هو بيحصل عليه ديفورميشن. انا يعني قلت اسميها مش متغير الشكل لان ديفورميشن ليها معنى كده قاسي شويه بالنسبه لنا، ان هو تشوه يعني. النوع الثالث من المش هو مش هنشتغل عليه للنحت. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي كاركتر، والكاركتر ده مثلا وليكن هو مونستر او وحش، والوحش ده انا عايز اعمل في وشه تشوهات مثلا، يعني اعمل فيه تجاعيد مثلا. عندي مثلا درع لفارس، والدرع ده هيبقى فيه تفاصيل كتير، من المحتمل ان احنا نلجأ للنحت عشان نعمل التفاصيل دي. لازم يكون عندنا مش اساس عشان نبتدي نشتغل عليه في مرحلة تانية للنحت. دول الثلاث انواع للمش. هنسيبنا بس من النوع الاخير ده، مش ده اللي هنتكلم عليه النهارده. خلينا نتكلم بس على المش الثابت والمش المتغير. فيجي بعد كده يقول لك طيب كده بقى انا عندي مدرستين. المدرستين دول بيتكلموا على الكلين توبولوجي، لان الخناقه كلها على الكلين توبولوجي في المش الثابت. طيب بيقول لك ايه؟ المدرسه الاولى بتقول لك والله بص، انا ايه اللي يخليني اعمل كلين توبولوجي، وايه اللي يخليني اقعد اوجع دماغي في ان انا اعدل البوليجونز تبقى كلها كوادز، وان انا اهرب من الان بولز في بعض الاحيان اللي هنتكلم عليها دلوقتي اذا كانت هي مفيده او لا. وليه اقعد اوجع دماغي بموضوع الكلين توبولوجي ده؟ هياخد وقت كتير جدا. انا عندي حكم، الحكم ده هو ايه؟ هو الريندر. لو الريندر ده طلع صح يبقى انا المش بتاعي صح، وانا كده عملت المهمه وخلصت الشغلانه وما تتكلمش معايا كتير. وانا رايي والله ده راي معتبر. ليه راي معتبر؟ رايي انا هو معتبر في حالتين، او يعني نفترض ان انت عندك شغلانه والشغلانه دي الديد لاين بتاعها قصير قوي، مفيش وقت كافي ان انا اعمل اطلع توبولوجي مظبوط، او ان انا العميل ضاغط عليا جدا عايزني اخلص بسرعه، وفي نفس الوقت انا فعلا حاسس ان انا ممكن اطلع الريندر بتاعه صح. هو الفكره كلها ان هو هيطلع ايمج، عايز يستخدم صوره للمنتج بتاعه يحطها على الويب سايت، بس عايزها رياليستيك، وانا الريندر بتاعي هيطلع مظبوط، مفيش فيه مشاكل في الشيدنج. ده من اكتر الحاجات المهمه. طيب انا ايه اللي يخليني اقعد اوجع دماغي؟ طب ما انا هخلصها وانجزها لان عندي حاجات معينه الوقت مش كافي والعميل بيضغط عليا. ده مدرسه. وفي مدرسه تانية بتقول لك ايه؟ بتقول لك لا لا، ايا كانت الشغلانه انا لازم يكون عندي كلين توبولوجي مظبوط. طب ليه لازم يكون عندي كلين توبولوجي مظبوط؟ لان هو اسهل في التعديل. ما تضمنش، ممكن الراجل اللي جه طلب منك في الاول رياليستيك ايمج ومش هيحرك المنتج بتاعه وانت اتفقت معاه على كده وكمان خدت فلوسك، جه بعد كده راح قايل لك ايه؟ ما تيجي نفتح شغلانه جديده ونبتدي نحرك بقى المش ده او الموديل ده، لان انا البرودكت بتاعي انا عايز بقى ايه؟ احركه كده واعمل فيه اعلان احطه على السوشيال ميديا. طيب ما هو انا كده حاجه اقول له والله معلش انا اسف اصل انا ما اشتغلتش على كلين توبولوجي. هو مش هيفهم الكلام ده، وان انا مضطر اعمله من الاول خالص، لان انا فعلا ممكن اضطر ان انا اعمله من الاول خالص. لا، انا هيبقى الموضوع عندي لو انا بادئ كلين توبولوجي صح ممكن يكون الموضوع اسهل في التعديل.
وانا هبقى كمان جاهز لكل احتمالات ان هو يقول لي انا عايز احركه، ان انا عايز اعدله، ان اي احتمال عايز يغير المابينج بتاعه. فانا جاهز، انا جاهز لاي حاجه. وزي ما قلت لك هو اوفر في الوقت، هو هياخد مجهود، لان انت في الاول وفي الاخر بتعدل بازل، انت عندك بازل كده وانت عمال تشتغل عليها عشان تطلع شكلها حلو حقيقي. ولكن هو هيوفر معاك وقت لو طلب منك شغل تاني زياده، وهنعتبر ان ده شغل زياده، انه في الاول وفي الاخر انت لو رجعت تاني تبتدي تعدل عليه هتاخد وقت اطول عشان تظبط بقى العك اللي انت عملته، او هتلاقي نفسك بتبتدي من اول وجديد خالص، عشان تطلع الشغل الجديد المطلوب منك، سواء كانت حركة او سواء كان اي حاجة تانية. طيب انا ليه اعمل كده؟ انا بالنسبه لي انا بحب جدا طالما معايا الوقت ان انا اشتغل كلين توبولوجي من الاول. انا رايي يعني ان ده بروفيشنال ورك، ده اللي بيميزني انا عن غيري. كل ما باخد بالي من التفاصيل واخد بالي من التوبولوجي انه يطلع مظبوط واقدر احط عليه الديتيلز اللي انا عايزها او العميل عايزها، كل ما شغلي بيبان احسن واقيم. دول المدرستين، وده الموضوع والخناقه بتاعت الكلين توبولوجي بشكل عام. تعال نتكلم بقى دلوقتي على الانبول. بس قبل ما نتكلم على الانبول خليني الاول نشرح حاجه، مش بلان. لو كده دخلت على الفيسز ودخلت على الفيس ده، انت هنا عندك بلانر فيس. بلانر فيس يعني مسطح، مش معنى ان هو 4 edges بفور فيرتكس ان هو مسطح، لان مثلا لو جينا هنا دخلنا على الفيرتكس ومسكنا الفيرتكس دي جي زد ورفعناها لفوق، لو رفعتها لفوق ده ما اصبحش بلانر خالص، رغم ان هو 4 edges بفور فيرتكس، بس هو مش بلانر. لان في الحقيقه الفيس لو عملت كنترول زد، الفيس الكواد فيس بيبقى معمول اصلا من 2 تراينجلز من هنا لهنا. هيبان قوي معاك لو عملت جي زد ورفعته لفوق، في هنا خط وهمي بيربط ما بين الفيرتكس دي والفيرتكس دي. الخط الوهمي ده هو اللي بيعمل التو تراينجلز دول. تعال نرجع تاني كنترول زد، واحنا بنتكلم على الان بول تعال الاول نمسك التو فيرتكس دول وندوس ام كولابس عشان يعملوا التراينجل ده. لو انت جيت في التراينجل ده مثلا ودخلت على الاوبجكت مود وعملت كنترول 1 عشان تقاد عليهم سب ديفيجن سيرفيس، ودخلت على السب ديفيجن وشلت الصح دي من على اوبتيمال ديسبلاي ومشغل الواير فريم، هتلاقي ان هنا نفترض ان انا جيت هنا عملت كنترول ايه عشان ابلاي الموديفاير ده، وجيت هنا دخلت على الفيسز، فهلاقي ان انا عندي فيس 2 3 كل واحد فيهم كواد. الفيرتكس لو مسكت الفيرتكس دي هتلاقي ان الفيرتكس دي هو ده شكل الان بول. الان بول لما يكون في عندك فيرتكس واحد خارج منه 3 edges، ادي 1 2 3. ولاحظ معايا هنا حاجه مهمه جدا، لو دخلت على الفيسز هتلاقي ان الان بول دايما بيبقى حواليه كواد 2 3، حواليه 3 فيسز. الان بول ممكن الاقيه فين تاني؟ خش على الاوبجكت مود هنا، شيفت ايه مش، وهعمل بلان جديده جي واي بس اجيبه الناحيه دي كده وابعد. لو جيت هنا مسكت الفيس ده وقلت له اكسترود على الاي وطلعت بيه فوق، هتلاقي فيه هنا لو مسكت الفيرتكس دي اي فيرتكس من دول دي او دي او دي او دي، خلينا هنا في اقرب واحده، هتلاقي ان هي برضو طالع منها 3 edges، ادي 1 2 3. فده معناه ان ده اسمه ايه؟ اسمه ان بول. فيها كام فيسز حواليها؟ فيها 1 2 3. ده شكل الان بول. طيب انا بقى لو جيت هنا ودخلت على الايدجز ومسكت كل الايدجز وعملت بيفل كنترول بي وعملت بيفل كده وخليت هنا السيجمنت بتاعته 1، لو انا عامل السيجمنت بتاعته 1 خلينا نتفق ان ده مش هيبقى اسمه بيفل، ده هيبقى اسمه تشامفر. امتى يبقى اسمه بيفل؟ لو انا عندي اكتر من سيجمنت، يعني لو انا زودت سيجمنت بقوا 2 سيجمنت 3 سيجمنتس ايا كان، ده ساعتها اسمه بيفل فيها لفه. اما لما يكون 1 سيجمنت كده بنسميه تشامفر او حافه.
لو جيت عملت كده وطبقته هتلاقي ان انت عندك هنا في الفيسز هتلاقي عندك هنا تراينجل فيس. تراينجل فيس ده لو انت مسكت كده على الاوبجكت مود وقلت له حطيت عليه سب ديفيجن موديفاير كنترول 1 هتلاقي ان انت عندك هنا بالظبط نفس الفكره. في هنا ان بول، تعالى كده نطبقها كنترول اي ودخلت على الفيرتكس هتلاقي ان هنا في عندك فيرتكس ماسك فيها ايدج التاني التالت، فده بقى اسمه ان بول. وكمان في عندك فيسز 1 2 3. وهتلاقي كمان ان الان بول اللي موجوده هنا لو احنا رجعنا كنترول زد كده كذا مره عشان نرجع للترينجل بتاعنا، هتلاقي ان الترينجل هو اساس للان بول. الترينجل ده لما حصل له سب ديفيجن حطينا عليه سب ديفيجن موديفاير عمل لنا الشكل ده. معنى كده ان الترينجل اللي كان موجود لما بنعمل له سب ديفيجن بيتحول الى ان بول فيها 3 فيسز، نفس الفكره بالظبط اللي كانت موجوده هنا. ده كده اسمه الان بول. الان بول عاده انت هتضطر تعمله بايدك في بعض الاحيان. الان بول مهم جدا عشان حاجه اسمها الريدايركشن. الريدايركشن ان انت بتحول المسار بتاع الايدجز من مكان للتاني. الحاجة التانية المهمة ان الان بول مهم جدا انه يكون موجود على فلات سيرفيس. زي ما احنا اتكلمنا في الاول ان الفلات سيرفيس هو السيرفيس اللي ما فيهوش كيرفتشر، ما فيهوش ميل. لو انت موجود عندك ان بول على فلات سيرفيس يبقى انت كده تمام. اما لو عندك ان بول على كيرفتشر سيرفيس، على سطح ملفوف، حاول بقدر الامكان ان انت تنقل الان بول، وده اللي هنتعلمه في دروس جايه، ازاي تحول مكانه من مكان الى مكان اخر عشان في الاخر ما يحصلش مشاكل في الشيدنج. تعالى هنا بقى نخش على الايدجز ونبتدي نتكلم على الايدج فلو. الايدج فلو هي فكره الايدج ممكن لما اعمل سيلكشن كده على الايدج ده هيختار لي كل الايدجز دي من اول البلين لغايه اخره. لو جيت بالعرض في اي حته من دول واخترت الايدج هيختار لي الايدج ده من اوله لاخره. طيب لو انا جيت مثلا كده بالكي وجيت هنا دوست شيفت هقف في نص الايدج بالظبط، وعندي بقى ان انا اختار بالنايف تول ان انا اقف في النص واختار اخليه يمشي بالشكل ده. لو انا عايز اخليه يمشي في خط مستقيم هدوس ايه، هيمشي في خط مستقيم. هاجي هنا وادوس مره واجي هنا مثلا عند الاخر وادوس مره كمان سبيس بار هيعمل لي الايدج ده. لما اجي اختار الايدج ده هلاقي ان هو اللوب بتاعه ماشي مظبوط، هيختار لي من اول الايدج ومفيش حته يروح فيها هنا لغايه هنا. بس انا عندي مشكله دلوقتي في الفيسز، خلينا نقرب كده شويه، ان الفيس ده ما بقاش كواد فيس. امال هو ايه؟ هو عباره عن انجون. طب ايه اللي خلاه يبقى انجون؟ ان انا عندي عدد ايدجز. لو انا جيت خدت هنا دخلت على الايدجز هختار ادي الايدج ده 1 2 3 4 5 6، كل دول اللي بيعملوا الفيس ده. طيب انا عشان احوله واخليه كواد بعمل ايه؟ اجي هنا عند الكي واقف هنا واوصل ده بده سبيس بار، فبقى عندي ده فيس كواد فيه 4 ايدجز بس، وده فيس كواد فيه 4 ايدجز بس. فبالتالي انا عملت بايدي، عملت الان بول، عملت فيرتكس طالع منها 3 ايدجز، ادي واحد التاني التالت. دي الاوقات اللي انا بضطر اعمل فيها الان بول بايدي. طيب لما اجي اختار بقى سيلكشن واجي اقف عند الايدج ده وادوس الت واختاره، هلاقيه ما كملش اللوب بتاعه، ما فضلش ماشي بنفس الشكل اللي احنا عملناه قبل كده. ليه؟ لان في وجود الان بول بيجي في الايدج بيقف في السلكشن عند النقطه دي. انت عايزني امشي الناحيه دي ولا امشي الناحيه دي؟ انا مش فاهم، انا مش عارف. طيب فبعمل ايه؟ بدوس شيفت الت واختار الايدج ده، فبيختار لي اللوب تاني كله. ممكن ساعتها اقول له كنترول بي واعمل بيفل كده صغير، واجي هنا اروح عامل ايه واخليه ينزل لتحت بالشكل ده. فبالتالي اصبح عندي
ده وانا جيت بس هنا دخلت على الفيسز ومسكت الفيس ده وقلت له اكس فيسز عشان بس ما يعمليش البوردر ده، وجيت هنا عند الايدجز وجيت اختار الايدج ده، عملت عليه الت كليك اختار لي كل الايدجز دي. ده هنا كمان هيجي يقف هنا برضو عشان هنا زي ما قلنا الكورنر عادة بيبقى فيه ان بول، النقطة دي فيرتكس طالع منها ايدج التاني التالت 1 2 3، فبقى ده ان بول، فهو مش عارف يروح لفين، بس انا بستيل اقدر اتحكم فيه واقول له يمشي ازاي بالظبط. دي الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها على الان بول، وبنتكلم هو موجود فين، وان انا مضطر احيانا انا اللي بعمله بايدي، وده انا هحتاجه كتير عشان خاطر اعدل الانجونز وازاي احولها لكوادز. طيب نفس الفكرة دي ان انت ممكن تيجي على الفيسز دي، تمسك الفيس ده كنترول شيفت، تمسك الفيس ده وتيجي تعمل له انست بالشكل ده. تعال نشوف هنا على الفيرتكس لما بتعمل انست وتيجي تمسك اي طرف من الاطراف دول، اي فيرتكس على الكورنر، هتلاقي ان انت عملت ان بول ايدج التاني التالت، وعدد الفيسز 1 2 3 كوادز حوالين الان بول. يبقى هي نفس الفكرة. لما تيجي تعمل هنا كنترول ار هتلاقي ان انت بتقدر تعمل لوب من الايدجز، تقدر تتحكم فيها وتقول له كنترول بي كمان مرة، وبعدين تقول له ايه انزل لتحت شوية لو انت عايز توصل لشكل من الاشكال دي. دي الفكرة بشكل مبسط عن الان بول، مش عايزين نزودها قوي ونكبرها قوي، بس كل مرة بنحاول ان احنا نقول معلومة ازيد شوية عشان نتعرف بس على التوبولوجي ونتعرف على المسميات ونشرح بعض الحاجات اللي احنا بنشوفها وبنواجهها كل يوم. اتمنى ان انت تكون النهارده عرفت معلومه جديده، اتمنى يكون الدرس ده مفيد بالنسبه لكم. ما تنساش تعمل سبسكرايب، وان شاء الله نشوفكم على خير قريب. شكرا والسلام عليكم.